سعد الله مساكم. هذا عندنا تطعيم السدر الحين. هذه التفاحي وهذه كويتي ممتاز. ناخذ لنا قسم كذي مخشب بس يكون في كذا عين احسن شيء. نقصه الحين على 15 سنتي 10 سنتي 20 سنتي، نقصصهم الحين ونبي نطعم. نسأل الله التوفيق. عندنا 3 سدرات نطعمهم 20 قسم مني. ايوه قص على 40 سنتي 50 سنتي 60 اللي تبي. هذه سدرة وهذه الثانية بعد اللي بنقصها نطعم عليها، وهذه الثالثة نقصهم الحين كلهم ان شاء الله نطعم عليه. هذا عندنا السدرة بعد ما قصيناها الحين عاد نبي نطعمها. التطعيم الركبة بين الجذع وبين اللحى هذا الخارجي القشرة، بطلها الحين ونركب الأغلام. أسوي لكم طريقة الأغلام شلون نقصها وبعد ما نركبها خطوة أول بأول على ما قال. هذا عندنا الطعم جي هني، يكون الطعم مو مقلوب، هذا سيدة تقلبه طعمه كذي ما راح ينجح. هذا بسم الله. ليه ما يطلع ويانا القلب هذا لو ما يطلع ما راح ينجح الطعم. بعدين الصوب الثاني عشان يصير ويانا حاد، نقدر نركبه على الجذع بين الجذع وبين القشرة بالطريقة هذا. الطعم يكون سيدة ما يكون مقلوب. هذا عندنا الأغلام بعد ما قصيناها شطفناها من هني من الصوب الثاني شيء بسيط عشان يكون حاد، نركبه على جذع السدر. حرص انه يكون فيه اكثر من عين، يعني 2 3 افضل شيء. الاماكن هذه هي اللي تبي تطلع ورق مكانها، هذه وهذه كلها بططنا. نسأل الله التوفيق. عندنا الطريقة هذه التيب الزراعي، هذا نفس النايلون خفيف نلف فيه الطعم، بعد فترة هو من نفسه راح يشق التيب ويطلع، ولا نغطيه بكيس ولا شيء. نسوي الطريقة هذه ونسوي الطريقة المعتادة المعروفة اللي نغطيها بكيس ونرطبه وهذا، لكن هذه الطريقة ناجحة 100%. نغطي الطعم بالتيب الزراعي ونطعم عليه عادي، نطعم على السدر الموجودة ولا نغطيها بكيس ولا شيء. ونبي نسوي طريقة التغطية بالكيس وكل شيء. نسوي لكم الطريقة هذه ونسوي لكم الطريقة هذه إن شاء الله. هذا عندنا الطريقة، نفتح له فتحة من الجذع بين الجذع وبين اللحاء الخارجي هذا، ونجيب الطعم ونركبه، لكن نركبه بالصوب هذا اللي فيه غامض شوي، هذا اللي يلحم ويانا إن شاء الله بين اللحاء الخارجي هذا وبين الجذع. نركبه وأوريكم يا الحين إن شاء الله. هذا عندنا الأقلام الجهة هذه نطعمها. احنا فتحنا فتحة بين الجذع وبين اللحاء الخارجي هذا، نبدأ عاد نركب الأقلام الحين. بعدين عاد الحين ندفه بالتيب هني، نضك عليه حيل عشان يمسك. هذا بعد ما ركبنا الأقلام الطعم نبدأ عاد نضف عليها التيب حيل، لازم نضكه حيل عشان يلحم الطعم اللي ركبناه بالجذع واللحى الخارجي. هذا عندنا طريقة تطعيم، هذه مجربينها وناجحة 100%. تيب زراعي ونخليه، هذا من ينجح الطعم سبحان الله من نفسه ويشق الكيس هذا ويطلع، لكن احنا عن الشكة نبي نسكرها بكيس ونخليها، اللي هو كيس مال المطاعم اللي نفس الكرتون. المفروض نخليها كذا مكشوفة، لكن نبي نسكرها عن الشكة. أوريكم الطريقة الثانية عاد. هذا عاد عندنا الأكياس نسكرها عليها. بسم الله. خليها كذي بس عن أشعة الشمس
اما الباقي لا، نبي نسكره بالكيس النايلون نتهيبه من تحت عشان تمسك رطوبة داخل. نخليه كذي خلال تقريبا 10 أيام نشيك عليه. هذه الطريقة عاد المعروفة. من الكيس هذا نسكر فيه الأقلام هذه ونتيبه من تحت، نتيبه انه يحافظ الرطوبة ما يخرب الطعم ويانا، لأن إذا نشف الطعم يفسد على طول. نسكره ونخلي فيه نسبة رطوبة داخل، نشيك عليه كل 2-3 إنه في نسبة رطوبة داخل، لأن إذا ونشف الطعم خلاص يفسد الطعم على طول. هذه الطريقة المعروفة. بعد ما سكرنا بالنايلون، شوف هذا نسكره، هذا حماية بس. ركب أيوة، هذا نخليه حماية بس. هذا بعد ما طعمناهم سكرناهم بالأكياس هذه عن الشمس.